السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هخلي لكم الفسيخ بطريقة صحية جدا وجميلة هتعجبكم إن شاء الله. أنا كنت في السوق النهاردة ولقيت السمك البوري ده حلو قوي، جبت كيلو ونص، طلعوا 4 وحدات. يعني في سمك بيجي السمكتين الاتنين بيجوا كيلو، أنا ما لقيتش صراحة، يعني هم دول الأربعة جم كيلو ونص. حلو ورخيص ومش غالي وحلو، هيعجبكم إن شاء الله. هندخل بقى في الطريقة على بركة الله. هناخد واحدة كده من دول، انا غسلتها سيبتها تحت الحنفية. شوف لازم يكون الراجل السماك قال لي لازم يكون السمك من هنا جايب دم كده، لو الدم ده غمق يبقى السمك مش حلو. ويا حبايبي السمك ما ينفعش بتاع البحر، الراجل بتاع الفسيخ اللي قايل لي ما ينفعش بتاع البحر، لازم يكون يا نيلي يا بتاع مزارع، بتاع البحر لا. واللي انا شطفته كده، النقشوش بتاعه احمر اهو جميل. هو بتشطفيه وتفتحي كده تحت الحنفيه الميه الجاريه، بتنزلي الرمله اللي فيه وتسيبيه يتصفى كده. انا هوريكم هنعمل فيه ايه. بتجيبي واحده كده، ويكون بقى عندك مناديل المطبخ دي. بنعمل ايه؟ بننشف السمك، ننشفها كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيه ايه ولا نقطه ميه كده. وتمسحي برضو الطبق اللي انت بتستعمليه كده، هتستهلكي شويه مناديل بس مش مشكله كده. ما عادش فيه ميه خلاص اهو. هنجيب بقى ايه، هي المفروض ازازه بس الازازه مش هتاخد الاربعه صراحه، يعني بسم الله ما شاء الله هم 4 كبار. فجبت ده جيركن بتاع الصابون عندي، مسكته غسلته وصبنته وخليته زي الفل ونشفته بالمناديل برده من جوه ومن بره. هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه منديل من تحت. لو عندك ازازتين ميه مع الميه بتاعتنا بتاعت البيبسي الكبار ممكن تاخدهم، او ممكن ازازتين. بتحط منديل كده في القاع، وتاخدي اللي انت نشفتيها كده، ولا بتقشريه ولا حاجه، انت بتشطفيه تحت الحنفيه بس، ولا بيتفتح ولا حاجه كده. خلاص نشفت تماما. هقوم جايبه منديل، هقسمه 2 كده على قد النغشوش بس كده. وبتحطي هنا واحد كده، بنفتح هنا ونحط هنا منديل، وبنفتح هنا نحط منديل كده كده يا حبايبي، وبنحطه كده. هعمل لكم كمان واحده. بتجيبيها كده تنشفيها كويس جدا، حتى الديل ما تسيبيش حاجه نشف. احنا صحيح هنسيبه ينشف بس لازم الحركه دي كده. دي المرحله الاولى بتاعت التخليل، دي الاولى، لسه ليه مراحل تانية هوريها لكم ان شاء الله بالتفصيل ان شاء الله. كده كده نشفت خالص اهي. اقوم جايبه نفس المنديل اللي انا قطعته قبل كده كده، وتحطي واحد هنا وواحد هنا، وبنحطها كده ونحطها. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. اهو يا حبايبي عملت ال4 سمكات بنفس الطريقه. ملحوظه بقى، كل ساعتين او كل ساعه على حسب الدم، كميه الدم اللي في النغشيش قد ايه. كل ساعه بشيل وارمي المناديل واحط مناديل نظيفه لحد بعد 6 ساعات ان شاء الله. هلاقي مفيش ولا نقطه دم نزلت في المناديل. اهو انا حطها لكم اهي المناديل اهي حالا بيضه. هتلاحظوا واحده هنا بدات تحمر شويه اهي، دي بدات تحمر شويه، هنشوفها. تجيبوها ايه بقى في مكان يعني جيد التهويه. انا هحطه على السفره قريبه من البلكونه، وهجيب شاشه عشان ولا اي حاجه تيجي عليه. احنا كده مش هنغسله تاني، احنا غسلنا خلاص فمش هنغسل تاني. بتجيبي كده شاشه نظيفه، هفردها للاخر وهغلفه كده واربطها من هنا عشان مفيش اي حاجه تدخل لها، عشان احنا مش هنغسل تاني. احنا بعد ال6 ساعات ان شاء الله هنملح على طول. يبقى كده المرحله الاولى بتاعتنا بتاعت الغسيل وبتاعت التنشيف وحطينا لها المناديل، دي اول مرحله. المرحله الثانيه ان شاء الله هنملح. هوريكم نملح ونعمل له تدليك ونلفه. وان شاء الله المرحله الثالثه اللي هي بتاعت الفتح بقى، نعيشنا وكلنا عمر. انا هشيله بقى احطه على السفره هي اللي قريبه من البلكونه، وهشوف ان شاء الله بعد 6 ساعات نعيشنا وكلنا عمر. اهو يا حبايبي عدى 6 ساعات بالظبط. انا ظبطت الموبايل 6 ساعات بالظبط. اللي في الطبق ده ملح خشن، انا جايباه من عند العطار الكيلو ب3 جنيه.
حطيت كميه ملح نملى الخياشيم، واللي بقى ده يا اما ترميه يا اما تحطيه في ارضيه الشنطه، يعني احنا مش هنستعمله تاني. وحطيت معلقه كركم صغيره، وحطيت 2 شطه بتوع الشاي مليانين. هنشوف بقى، نشوف حصل ايه في الست ساعات دول. هنجيب بقى يا حبايبي ونشوف ايه اللي حصل فيه. شوف بقى الايه المناديل نضيفه ازاي. انا غيرت المناديل مره، هتحس ان هو انتفخ شويه. بصوا كده حبايبي، انتفخ شويه. المناديل دي انا غيرتها مره، ودي تاني مره معاكم. هي نضيفه ازاي؟ عشان انا ايه، غسل الخياشيم كويس، غسلاها وشوفوا لونها جميل ازاي. انا غسل الخياشيم كويس وايه، ومصفياها في المصفى حوالي نص ساعه قبل ما اعمل الموضوع ده. هننشف بقى، لازم ننشف الاول. قبل ما ننشف هنعمل بص كده زي تدليك كده، تحس ان الايه اللحم يسيب الايه السلسله بتاعت الشوكه دي. ليه بقى؟ عشان الملح لما يتحط يمشي في جسم السمكه كلها، وبيبقى ايه مستوي زي الزبده. بص كده زي ما كنت بتعملي مساج كده، حاجات بسيطه كده. بص كده، وتمسكي السلسله دي كده، تحس انك بتفكيها، تفكيها من ايه، من بعضها كده. هتحس تنقل اللحم طري تحت ايدك كده. كل واحده هتعملها بالشكل ده كده اهي. وبعدين ننشفها تاني برضه يكون فيها حاجه اهو. بصي يا حبايبي، مفيهاش اي ميه، المهم والطبق نضيف، كله نضيف. يقال ان الميه بتعمل له تعفن وكده. حتى شوفوا الديل بتاعه نشف ازاي، عشان انا حطاه وحاطه له شاشه فوقه وقلبها زي ما انتم شايفين كده اهو. شوفوا نشف ازاي، مفيش ريحه الميه ولا نقطه اهو كده تمام. هنحضر الاول شنطه نضيفه اهي. الشنطه اهي لسه ما اتفتحتش، هتفتحيها كده وتحضريها. وهنجيب بقى ايه، ناخد دي هنا كده. اول حاجه تعمليها تملي الخياشيم لحد ما خلاص تبقى مليانه على اخرها من الخلطه اللي انت عاملاها دي. وتفتحي البق هنا تحطي فيه شويه كمان اهو كده. هنحطها في الشنطه اما نشوف هنعمل في التانيه زيها بالظبط كده. نحطها كده بالراحه عشان ما تميلش اللي فيها. نجيب التانيه نشوفها اهي. المناديل اهيت اهي، هنرميها ونعمل لها برضو زي ما عملنا في الاولانيه كده كده. زي ما عملنا مساج في الاولانيه، تتك كده وننشفها. وهحشيها برضو معاكم، وبعدين ابقى اخلص الكميه وارجع لكم تاني. بس اعمل دي كمان عشان اللي ايه تاخدوا بالكم كويس جدا اهو. تنشفوا وتنشفوا الطبق برضو، يكون معاكم منديل ناشف كده اهو. بتجيبي برضو نفس ما عملنا في ايه، في السمكه الاولى اهو يا حبايبي. هنحط برضو في البق شويه كده. اللي محدش يقول ان الفسيخ صعب الراجل النهارده وانا بجيب منه بيقول لي انت مش هتخلليه، هاخد على الكيلو 5 جنيه بس. قلت له لا مش هخلله. فبقول لي ليه؟ قلت له انا مش هخلله. بياخد عايز 5 جنيه، يعني ياخد على الاربع سمكات دول الكيلو ونص 7 جنيه ونص. وما اقولكوش بقى بيغسلوا ازاي، انا عارفه بيعملوا ازاي. هحط ديت عكس التانيه اهي، عكس اللي احنا حطيناها الاولانيه. هعمل بقى الاثنين دول واوريكم قبل ما اقفل وقبل ما اعمل اي حاجه. هوريكم اعمل فيهم ايه اهو يا حبايبي. خلصت الكميه كلها. محدش يقول ان الفسيخ صعب ولا مفيش حاجه. يعني انا اول مره اعمله ما خفتش ولا حاجه. عادي ايه يعني، كيلو سمك ب 40 جنيه وارميه بس اتعلم انا عملت الحاجه حلوه ولا لا. كل مره يقول لي هاتي 5 جنيه وابص الاقيه ولا غسله ولا نشفه زي ما احنا نشفنا كده ولا ركنه. بعد ساعه قال لي تعالي خديه. بعد ساعه ولقيته معلقهولي في شنطه سودا متعلق في قلب المحل اللي بيشوي فيه، وقال لي تعالي خديه. انا مش عارفه هو عمل فيه ايه، وقال لي بقى قلبيه وخلاص. ولقيته حادق جدا وخد ال5 جنيه في الكيلو. يعني مش على ال5 جنيه ولا حاجه. اللي خلاك تشتري سمك ب 70 ولا ب 80 جنيه مش هتيجي على ال5 جنيه. بس الحاجه نظيفه، انت غسلتيها ونضفتيها ونشفتيها وحطيتيها وغطيتيها بشاش. هو عمره استحاله يغطي زي ما احنا عملنا كده. هي تكات بسيطه بس نتبعها هيطلع زي الفل. وتمشوا على الطريقه ان شاء الله، ان شاء الله هيطلع زي الفل. ده بقى هنحط هنرشه كده حواليه
كده، مش الكميه كلها يعني، مش هاخد الكميه كلها كده حاجه. دي بقى حاجه بسيطه من عندي زياده كده، عشان طبعا الدنيا حررت زي ما انتم شايفين. دي شرايح ليمون مش بعيده كده يعني، مش هتعمل فيه حاجه، بعيد كده عشان تمنع الريحه، عشان الدنيا حررت انتوا شايفين يعني دلوقتي. ريحه الفسيخ هو كده بتبقى ريحته كده، مش ريحته بتبقى وحشه، بتبقى كده. هنخرج بقى الهواء، وهوريكم بقى الايه قبل ما اقفل ده، هوريكم. شوفوا المناديل نظيفه ازاي، بالرغم ان انا غيرت المنديل، ما غيرتوش، انا غيرت المناديل اللي جوه الخياشيم مش ده. شوفوا عشان انا غسلته كويس. هشيل ده بس كده وارجع لكم، عشان عايزه اخرج الهواء كله كده. كده اجيبهم على بعض كده عشان انا احطهم في علبه. كده لما ما تلاقيش فيه هوا خالص، انا هربط بالسلوتيب ودي مفتوحه عشان تخرج الهوا، عشان لو قفلته الهوا هيبقى مكتوم جوه، فانا هخرج الهوا وانا بلف. ايوه كده وانا بلف. كده اجيبها من جوه لبره الاول، بخلي البق بتاع الشنطه مفتوح لحد اخر حاجه هروح له، يكون الهواء خرج تماما. اهو كده تاخديه بقى من الاول للاخر كده. شوفوا اللي وقع ده بس، احنا كده لسه ما بنخرج في الهواء. كده انا هلبسه شنطه عكس عكاس، يعني تبقى واحده كده فتحتها من بره وواحده فتحتها من جوه. انا المفرش نضيفه زي الفل. ادخل ده كده، انا مش عايزه اقفله لحد ما الهواء يخرج كله. كده وانا ماسكاه برضه عشان يخرج الهواء اول باول. انا بعمل معاكم خطوه بخطوه عشان البنات الصغيرين اللي اول مره يعملوها وبيحبوه ما يخافوش ويعملوا ما يهمهمش. مش في شم النسيم بس، اعمليه في اي وقت انت بتحبيه. واقول لكم ان شاء الله بعد ما يستوي تعملوا فيه لو انتوا عاملين كميه هقول لكم تعملوا فيه ان شاء الله. شوفوا بقى الهوا هنا مفيش هوا خالص، لو بصيتي مش هتلاقي فيه هوا هنا خالص اهو. بصي يا بنات بقى اهو، تمشي خطوه بخطوه كده. انا ماسكه الشنطه اهو، بعمل قدامكم. ما رضيتش اكمل واقطع الفيديو عشان تشوفوا كل حاجه قدامكم. شوفوا تاني شنطه بقى تبقى لفه عاديه كده. اطمنا ان مفيش هوا خالص اهو. وعملنا له المساج ونشفناه وغسلناه كويس ونشفنا الخياشيم، كل حاجه عملناها، وان شاء الله هيطلع حلو ان شاء الله. شوفوا اهو البق ده بقى تقفلوا جامد كده عليه. لف كمان لفه، انا معرفتش الفها كويس اهو. دايره الدور كده اهو، هنا برضه في الاخر اهو. هجيب كام شنطه وارجع لكم اهو يا حبايبي. معلش العلبه انا بقستها ما جاتش مقاسه، فانا مش هحطه في علبه بقى، دي اكبر علبه عندي. شوفوا مش هتيجي، يبقى ملهاش لازمه.
دي اكبر حاجه عندي صراحه يعني. عندي بقى بتوع التلاجة الصغيرين دول، فانا هحطه في شنط. احنا كده مش خايفين عليه ولا حاجه يعني. انا لما كنت عاملاه عند بتاع السمك كان مديهولي في شنطه عاديه. دي شنط نضيفه اهي كده، ونلفها. كل شنطه نحطها نلفها ونخرج منها الهواء يعني، ما تقوليش اللي جوه بس، لا. ادي اهي كمان واحده. نلفها برضه. كمان واحده. يبقى كده 4 بره وواحدة جوه، يبقى 5. حلوين قوي كده. دي اخر واحدة بقى، امسكها ايه كده. دي بقى اللي هلزقها. دي هلزقها ليه؟ عشان ما تتحركش مني، عشان هو مش في علبة. وانا طبعا كل يوم ايه هقلبه، كل يوم او كل يومين. طبعا الجو حرر دلوقتي غير الاول. فهقلبه يعني كل يومين كده، كل يوم كامل 24 ساعة كده يعني. كده دي عشان ايه بقى؟ الثانية دي اخر واحدة، فلازم ايه تتقفل كويس اهي. هنا برضه اهو يا حبايبي. كملته تلزيق، وطبعا ما لقيتش صينيه تاخده فحطيته في ده طبق فويل كان عندي يعني، كان موجود عندي. بصوا اهو مفيش ايه اهو، ملفوفه زي الفل اهو. كل يومين، النهارده كده، بعد يومين ان شاء الله نعمله كده، بعد يومين تاني كده على الجنب، بعد يومين كمان كده. يبقى ال4 نواحي نجيب من الاول تاني، كل ناحيه نقلبها يومين كده. ده عشان بالملح الخشن يا حبايبي ممكن اقعده 20 يوم يعني. انا مش مستعجله عليه، يستوي براحته. كل يومين اقلبه ويستوي براحته. اشوفكم بقى ان شاء الله لو كان لنا عمر لما يستوي. مش هفتح عليه الا معاكم، عشان لو ما عجبنيش طبعا مش هنزله لكم على اليوتيوب. انما لو كان طلع حلو وكويس، انا مرضاش انزل حاجه الا لما يكون واثقه فيها 100%. لو طلع كويس زي اللي عملته قبل كده وطلع طعمه حلو وشكله حلو هنزله لكم. ان ما طلعش كويس طبعا مش هنزله، عشان ما اضرش حد يعني. انا اضر واضر الناس التانية، لا. ان شاء الله هفتحه والاقيه هفتحه معاكم. اللي لقيته كويس هنزل الفيديو، مش كويس خلاص مش هنزله. اشوفكم بقى ان كان لنا عمر بعد ما يستوي ان شاء الله. ايه يا حبايبي، رجعت لكم بعد النهارده دلوقتي 17 يوم بالظبط. ليه؟ عشان انا عاملاه بملح خشن، قلت افتحه معاكم نشوفه عامل ايه. نبدا، يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الايه الشنط دي كلها ونشوف احنا عملنا ايه مع بعض. بسم الله. نفتح من الناحيه التانيه. عشان السلوتيب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اللفه بتاعتنا عامله ايه، واقول لكم طبعا لما ندوقه هقول لكم حلو ولا لا بما يرضي الله. طبعا ده الميه اللي نازله منه، ده كمان عليه سولوتيب. انا نسيت والله ان ده عليه سولوتيب هو كمان. انا حطيت جرنان تحت عشان ايه الترابيزه ما تتبهدلش ولا المفرش. الريحه وجمالها. عشان انا حاطه ملح خشن يا بنات. اللي حاطط ملح ناعم يسيبه 15 يوم. وعلى فكره الجو حرر يعني ما عادش زي الاول. هقول لكم برضو يعني تملح تمام ولا لا. يعني هقول لكم رايي بما يرضي الله. انا قلت افتحه قدامكم عشان ايه؟ عشان تبقوا شايفين كل حاجه
بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر. شوفوا على جماله. الملح الخشن يا بنات اهو، بصوا انا عاملاه قدامكم بالملح الخشن، ودي شرايح الليمون اللي انا حطيتها من بعيد، ما حطيتهاش عليه. شوفوا الملح اهو. والله يا حبايبي، والله قسما بالله ان انا قلت هفتحه هلاقيه بايظ. ليه؟ 17 يوم كنت تعبانه شويه معلش وسبته، وبنتي خلاص قربت على الامتحانات وهي اللي بتصورني. قسما بالله الريحه تجنن. وشرايح الليمون دي، الشرايح الليمون دي ما عملتلوش ريحه خالص. هي ليمونه واحده عملتها شرايح صغيره كده، حطيتها من بعيد، والله كانكم معديين على محل فسخاني. جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. شوفوا شوفوا جماله، ده الميه اللي نزلت منه. طبعا الكركم والشطه والشنطه النضيفه اللي انا حطيتها جوه، وبعدين الشنط الباقي هي ليمونه واحده اللي حطيتها. واهو شوفوا ايه ماسكه في السمكيه من ورا، ما جرالهاش اي حاجه، والسمكيه بحالها ولا خست ولا حاجه. الملح الخشن طبعا اللي كان هنا كله نزل. الملح اللي كان نزل بقى سقى السمكه كلها من جوه. الاربع سمكات الكيلو ونص اللي انا عاملاهم قدامكم اهو، وفتحاه قدامكم. هشطفه واجيبه في طبق نظيف عشان افتحه واوريه لكم. اهو يا حبايبي، انا غسلته تحت الحنفيه، نزلت كل الملح اللي فيه في الخياشيم وقشرته بالسكينه. معلش لو حد بيقرف ولا حاجه، انا قلت افتحه عشان البنات الصغيره اللي ما بتعرفش تفتح. هفتح لكم واحده بس تعرفوا بتتفتح ازاي، عشان البنات اللي ما بتعرفش تفتحها. انا كنت عايزه انضفه تحت الحوض، بس انا قلت لا، عشان البنات الصغيرين اللي لسه ما يعرفوش يعني ايه يفتحوه، ونفسها تخلله او حاجه. متقصقصه طبعا الزيادات دي كلها بمقص او بسكينه، اي حاجه عندك، وبتقص دي كده عشان بس ما تضايقكيش. ودي كأنك بتنضفي سمك بالظبط، يعني كأنك بتنضفي سمك كده. كده تنضف كله تمام. ناخد دي كمان كده، وبتيجي هقطع لكم الراس. طبعا هقطع الراس، بس ايه، افتح الاول كده. مش عارفه ينفع بسكينه ولا بالمقص. هتنفع بالمقص كده، وبنمسك كده كده. احنا فتحناه، هنضفها بقى تحت الحوض وارجع لكم. اهو يا حبايبي، انا نضفت لكم اتنين. شفت لونه وجماله، وشرايح الليمون اللي احنا حطيناها، التكه اللي احنا حطيناها حوالين الكيس من بعيد دي ما طلعتش اي ريحه للناس اللي بتشتكي من الريحه. جماله والله العظيم في منتهى الجمال. وشوفوا اللون بتاعه، ده سر اللون بتاعه. هطلع لكم حته برضو قدامكم، شوفوا والله العظيم طعمه في منتهى الجمال. خد 17 يوم بالظبط. وفي الشتاء يقعد 20 يوم. مش ما بنعملوش في شم النسيم وبس، انا بعمله على طول. وسر نجاحه يا حبايبي الملح الخشن. انا حطيت له الملح الخشن. ما عندكيش حط ملح ناعم، بس مش الناعم القوي البودر، لا، الناعم النص. هو ايه اللي تحس ان هو يعني مخرز شويه زي السكر كده، لو ما لقيتيش الخشن. اهو يا حبايبي والله العظيم. شفتوا زبده؟ شفت الحته اهي، شفتوا عامله ازاي اهي، شفتوا عامله ازاي؟ طريه جدا جدا جدا، هتعجبكم. وسر نجاحه يا حبايبي اللون الورد ده. لو لونه قلب لرمادي ما تاكلوهوش. اللون الورد ده هو سر نجاح الفسيخ الحلو. وده يا حبايبي نسبة الملح فيه قليلة، اللي انا حطيت فيه في النغشوش وبس. ليه بقى؟ عشان الناس اللي عندها ضغط، ربنا يشفينا ويشفيكم ويشفينا جميعا يا رب من كل الامراض، عشان تاكلي براحتك. دول انا عملت لكم اتنين، وهنضف الاتنين التانيين بعد كده ان شاء الله، واقول لكم بقى على تخزينه. تشيليه زي ما هو كده. شلت السلسله، هوريكم برده السلسله. شوفوا جمالها، شوفوا اللون بتاعها اهي. اللي انا شلتها دي بتاعت واحده، ودي دي اتكسرت مني، ودي السليمه اهي. لونها اهو. لا شوفوا اللي على السلسله برده، شوفوا جميل ازاي اهو. هتشيلوه زي ما هو كده، وتحطوه في علبه من غير ليمون. الليمون يا حبايب قلبي بيمرر في الفريزر. بلاش ليمون. عايزه تحطي زيت ماشي، ولو حطيتي زيت زيتون هيبقى احلى واحلى. وهتحطيه زي ما هو كده بعد ما تقشريه وتشطفيه وتنشفيه كويس وتشيلي الشوك منه. يا تقفليه يا تسيبيه زي ما هو، وهتحطيه في علبه في الفريزر. قايل ما يكون انت عايزه تاكلي، تحبي تاكلي، هتطلعيه زي الفل. حطي الليمون بتاعك، حطي الخل، قطعي جنبه بصل اخضر، قطعي اللي انت عايزاه جنبه، اعمليه. بس انا قلت اقول لكم عشان بس لو شلتوه في الفريزر هتشيلوه بنفس النظام ده كده. تنضفوه من غير ليمون، الليمون بيمرر. هتشيلوه في علبه في الفريزر. انا ما بعملوش في شم النسيم بس، بعمله على طول. ده كيلو ب 40 جنيه، جايبه كيلو ونص، 4 وحدات ب 60 جنيه. الكيلو ب 170 جنيه، عندنا هنا ب 170. معرفش في الاماكن التانيه بكام. واحده حبيبتي بينها وبين ما فيش 10 متر،
جايباها ب 170 جنيه الكيلو. ده الكيلو ونص انا جايباها ب 60 جنيه. وجايبه كيلو ملح خشن ب 3 جنيه، خدت منه ما يجيش بربع جنيه ملح. الكيلو زي ما هو، زي ما هو عندي. ومعلقه شطه من البيت ومعلقه كركم صغيره زي ما انا قلت لكم. بتحب الشطه حط معلقتين كبار، انا حاطه معلقه واحده زي ما شفتوا في المقادير كده. والله العظيم يا حبايبي انا عملته لحد وعد حد وعد حد كمان. النهارده التلات بقاله 17 يوم بالظبط، الميعاد اللي انا خليته فيه بالليل الساعه 7 فتحته بالليل الساعه 7. 17 يوم. وحطيته في طبق فويل كده كان عندي، كنت عامله فيه مكرونه قبل كده، وبقيت اقلبه كل يومين اتنين على جنب. يخلصوا الاربع جوانب اقوم بادئه من الاول تاني. هتلاقي شويه ميه ينزلوا منه كده، ما تخافيش. شويه ميه هينزلوا ما تخافيش منه. هتقومي قلبها تاني قلبها تاني، وفتحته قدامكم اهو بكل تفاصيله وكل تكاته، لا تقولي انا عملت حاجه من وراكم. قدامكم كل حاجه، وفتحت قلت لو طلع بايظ خلاص مش هوريه لكم. انا بعمله على طول، بس كمان الجو حرر دلوقتي شويه عن الاول. في الشتاء يا حبايبي الملح الخشن قعدوه 20 يوم. اكتر من 20 مش هيجرى له اي حاجه. انا قعدته في الحر 17 يوم قدامكم. وقولوا لي رايكم بقى لو عملتوه وعجبكم. واول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير بينكم وبين اصحابكم عشان الكل يستفيد. كل اللي يعمله يشكر فيا، ما يقولش فيا. انا عايزه منكم بس تدعوا لي مش اكتر من كده. وتعملوا اشتراك في القناه عشان اي حاجه جديده انا بنزلها توصل لكم ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.